اهل حماه عندنا واهل حمص مختلفين حلاوه الجبن لمين؟ قولي ايه؟ مم. تعرفي انت حلاوه الجبن اكيد. مم. طيب، هلا بعد الدراسات انا وهلا اكتشفنا انه انتم كنتوا تابعين لادلب، انتم اصلكم ادلبه، مو ادلبه، حمصي عفوا، انتم كنتوا تابعين ايه. انتم ايه. اهل لبنان وحمص كنتوا تابعين لبعض، بعدين انتم جدك علق مع جد حمص مم. فانشق، يعني صار كل مين لحال كرمال طيرين حمام، وبالعلامه كان يمكن بايمله وابلق ازرق، الطيرين كان هيك اسمه لان التاريخ الحمصي هيك بيكتب. فانتم اصلا حلاوه الجبن انتم هي لكم للبنان، جدك العاشر، تمام. فجدك العاشر لما راح على لبنان، لما اخذ شلته واخذ عده حلاوه الجبن وراح على لبنان، ضل واحد من حمص كان يشتغل عند جدك اللي كان بلبنان، يعني الحمصي كان يشتغل شغيل عند جدك بلبنان بحلاوه الجبن، فتعلم حلاوه الجبن، فصار صنعه. هذا ما لقى عمال يشغلون الحمصي، فراح جاب واحد من حماه شغله، تمام. بس مين الاساس؟ جدك اللبناني، مو كان انتم كنتوا تابعين لحمص، مم. الاساس جدك اللبناني. فهون علقوا اهل حمص واهل حماه انه حلاوه الجبن لمين هي؟ لا لحمص ولا لحماه، هي للبنان. والدليل انه انتم كنتوا تابعين لحمص بيوم من الايام وجدك انشق علق، يا اما مشان طيرين حمام، يا اما حب وحده يحمويه وما اعطوه بيت حماه، قام هرب على لبنان واخذ عيلته واخذ سياراته وراحوا لهونيكي وفتح هونيك حلاوه جبن. وهذا الكلام صار. مستعد احلف قدام مجلس الامن انا وهاله وعبودي و10 اخرين علي الطلاق في الثلاثه يمروا على مجلس الامن وبنحلف انه حلاوه الجبن اصلا لبنانيه، وبالعلامه لهلا في لكم اثار، وهلا عندي تبع جدك العاشر هي بحمص موجوده، هي تراث. حلاوه الجبن اصلا لبنانيه، فهي ما اصلا لا حمصي ولا حلبي. والدليل قلت لك اياه، وهذا اتفقنا انا وهلا، وهذا اخر حكي بنحكيه، واللي بيحكي غير هيك يجي يراجعني. مستعد احلف 4 طلاقات، مو بس انا و10 اخرين. فانتم حلاوه الجبن الكم. ايمان العيسى. الله يصطفل فيك يا كتابي. الله يصطفل. علي الطلاق دوختني. ولا شغله ولا كلمه. دوختني. دوختني. عرفتوا حلاوه الجبن اصلا لمين؟ طول عيدي الاصيله اشوف فهمتي. مم. حلاوة الجبن أصلا لبناني. ليه؟ لأن لبنان كانت يعني وهي وحمص تابعة هي لحمص. فجدي أنا العاشر اختلف هو والحمصي، وقام راح على لبنان. بس هو وقت اللي كان بحمص جايب عدته من لبنان على حمص عم بيعمل حلاوة الجبن. تعلم الحمصي منه، بس راح على لبنان هداك صار يعمل حلاوة الجبن. قام ما بقى عنده حدا، مين راح جاب بن حماه شغيل حموي، قام كفاله صار يساعده، قام الحموي راح على حماه صار يعمل حلاوة الجبن. وهيك يعني. علي الطلاق يعني أنا مضبوط. فكرت اتفجر الخلايا الدماغيه تبعي، فكرت اتفجر. هاي قصه حلاوه الجبن. بس يعني انه الاساس انه انتم كنتوا تابعين لحمص قبل ما جدك يعلق كرمال بيت حماه، كنتوا تابعين أيوة. لحمص حلاوه الجبن.